تخيل أن بينك وبين الذهب الأولمبي العالمي ركلة قدم، وتختار أن تخسر طوعا احتراما لمبادئ تربيت عليها. اضرب قدمه اليسرى يا رشوان، اضربها وستهزمه فورا. يأبى محمد أن يستجيب للمدربين وكل من في الصالة الأولمبية في لوس أنجلوس عام 1984 بعد أن ظنوا أنه أمام لحظة تاريخية ومباراة نهائية سهلة، عندما دخل خصمه بطل العالم واليابان ياماشيتا وهو يعرج على قدمه اليسرى نتيجة إصابة تعرض لها. لكن البطل المصري محمد رشوان كان يعلم أن إصابة خصمه خطيرة، وأنه لو ضربها سيسبب لخصمه أذى دائما في الأوتار، ففضل أن يخسر اللعبة على أن يقوم بعمل كهذا. ديني وأخلاقي يمنعاني من الاستغلال والأذى، هكذا كان رد محمد رشوان على أسئلة الصحفيين، لكنه حلق باسمه واسم بلاده عاليا جدا، وتقلد بأخلاقه أوسمة المجد، وتوجه العالم بأسره بطلا للأخلاق الرفيعة، وكرمته اليابان كرمز وقدوة، ومنحته وسام الشمس المشرقة أرفع أوسمتها، وظل يحصد التكريم نتيجة عمله النبيل في كل أنحاء الأرض. وكأن بمحمد رشوان قد علم الرياضيين أجمع كيف تكون الخسارة ذهبية حين تكون الأخلاق والمبادئ من ذهب.